رمضان دايما بيعدي بسرعة. تحس ان اول ما بيبدأ بتلاقي الايام بتجري من غير ما تحس، يوم ورا يوم. فجأة بنلاقينا في نص الشهر، وبعدها العشر الاواخر، والعيد بيقرب. استغل كل لحظة عشان رمضان لحظاته غالية وبيخلص بسرعة. النهاردة هتكلم عن حاجة كلنا محتاجينها في رمضان، وهي ازاي نظبط يومنا ووقتنا في الشهر الكريم ده عشان نقدر نستفيد من كل لحظة في رمضان. خلينا متفقين ان الوقت في رمضان بيجي ومحدش بيلحق يعمل حاجة بسبب ان هو قبل الفطار هما كام ساعة، والناس بتنام متأخر وبتصحى متأخر، فمحدش بيلحق يعمل حاجة، واللي عنده مشوار او اللي عنده حاجة بيستنى بعد الفطار عشان يقضي مصالحه ومشاويره. دايما الوقت في رمضان، يعني الوقت بيجري بسرعة كبيرة جدا. يعني الواحد ما بيلحقش اللي هو يخلص جزء من شغله إذا كان قبل الفطور، وأول ما بيفطر يا دوب أول ما بيخلص فطور مثلا وبيشرب له مثلا مشروب مثلا ولا شاي أو أي حاجة، وياخد بعضه بيطلع على صلاة العشاء. وبعد صلاة العشاء صلاة التراويح. وصلاة التراويح بصراحة يعني من الحاجات الجميلة جدا. يعني بتكلمش من نقطة وقت، لا هي سنة، ويعني مش مجرد سنة بس، هي من الحاجات الجميلة جدا. الواحد بعد ما بيخلص صلاة التراويح بيحس اللي هو قضى يومه وأكمل يومه يعني بأجمل وجه. فدي حاجة أنا بتبسطني جدا. بس اللي أنا حابب يعني أقوله إن الوقت بيجري جدا في رمضان. يعني الواحد يا دوب أول ما بيخلص فطور هوب بيبقى طالع على صلاة التراويح، من صلاة التراويح على السحور بقى. يعني أنا دلوقتي معزوم على سحور مع زمايلي. يعني أنا أول ما نزلت أنا فطرت مع زمايلي، خلصنا فطور، رحنا صلينا مع بعض، خلصنا الصلاة، هنطلع دلوقتي على السحور على طول. فهي دي بقى النقطة في حتة الوقت بيجي، يعني بيجي بسرعة جدا في رمضان. الحقيقة على قد ما ضيعت وقت النهارده، بس أحلى حاجة إن أنا نزلت اتسحرت مع أصحابي عشان بقى النهارده أواخر رمضان بقى آخر أسبوع، فما ينفعش نعديه كده من غير ما نتسحر مع حبايبنا. يا عم الشيخ. حبيبي يا عم الشيخ. حبيبي يا محمد يا عاش. فالدنيا تمام. فالوقت الساعة دلوقتي داخلة بقى إيه على 3، إحنا عدينا الساعة 3، فبالمرة بقى إيه نطلع نصلي الفجر في مسجد عمرو بن العاص. ومعانا واحد مش هيصلي لأن هو كده اليوم إيه، اليوم كده جاي خلصان، فنصلي الفجر بقى ونطلع على البيت ونتوكل على الله. اول حاجة ونبدأ بيها وهي الصحيان قبل الفجر. الصحيان قبل الفجر دي حاجة صحية جدا، وكتير من الدكاترة والعلماء اتكلموا عن الموضوع ده. هتقولي طب ما انا اصلا بنام بعد الفجر. هقولك دي مشكلة كبيرة، وانت كده بتضيع فيها يومك وفي نفس الوقت بتضيع صحتك وتركيزك. عايز اقول لكم السحور مش بس مهم عشان الشبع والكلام ده، لا، واولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة جميلة جدا. رسول الله ما صعبلناش الموضوع، قالك يعني سنة السحور حتى لو على طمعوية، يعني لو الواحد كلب بلحاية هو كده اسمه صح ومش على السنة. وصدقوني عن تجربة، السحور بيدوكوا طاقة لحد الفطور. يعني لو واحد بينزل بيشتغل الصبح من شيفت الصبح هيفضل عنده طاقة لحد الفطور، ودي حاجة مهمة جدا. وخصوصا لو كلت أكل صحي زي البلح والزبادي والحاجات دي، الحاجات دي تفرق معاك جدا. أول ما هتصحى من النوم في وقت شغلك هتديك تركيز وطاقة تخليك تقدر تكمل لحد الفطور. ده الكلام ده كمان عن تجربة، يعني مش مجرد كلام كده وخلاص، لا أنا مجرب الخطط دي. خد بالك من أهمية السحور، يعني حاول ما تفوتوش، خليه حاجة أساسية. يعني حتى انت لو مش جعان ممكن تاكل كام بلحية كده على السنة، اسمك اتصحى. وكمان من أجمل الخطوات اللي بحبها جدا في رمضان إنك تروح تصلي صلاة الفجر في المسجد وتبدأ يومك. دي من الحاجات الجميلة جدا، الواحد يصلي الفجر ويبدأ يومه بقى، يشوف ايه الشغل اللي معاه، الكلام ده كله. ده الوقت ده مفيد جدا، وبيبقى نسبة التركيز عالية فيه جدا. بعد الفجر في وقت غالي جدا، ولو استغليناه صح
صح. يعني ممكن لو عندك وقت بعد صلاة الفجر انك تقرأ قرآن كام صفحة، دي حاجة جميلة جدا وهتفرق معاك كتير. وخليني اقولك ان اوقات الفجر من الاوقات المباركة جدا، اللي هو من قبل الفجر لبعد الفجر. قراءة القرآن بعد صلاة الفجر دي من الاوقات المباركة جدا واللي ربنا بيتقبل فيها. حاول دايما ان يكون عندك هدف لقراءة القرآن في شهر رمضان، دي من العادات الجميلة جدا واللي هتغير يومك. دلوقتي احنا لازم نفكر في ازاي نوزع وقتنا ما بين الشغل والعبادة. لو شغال او بتدرس، حاول ما تضيعش الوقت. نظم شغلك او دراستك بحيث تقدر تكمل شغلك بشكل سريع، وبعدها تقدر تخصص وقت لنفسك في العبادة. الوقت اللي ما بين المغرب للفطور هو وقت ليه طابع خاص. لما تيجي تحضر الفطار حاول تخليها وجبة متوازنة، يعني ابدأ بالطعمة والمية، وبعدها ممكن تحضر وجبة خفيفة وشوربة كده ومع بروتين، حاجات كده تديك ايه. ونصيحة، خلي بالكم من الوجبات اللي كلها دهون بقى، الاكلات بقى اللي كلها دهون. حاولوا تخلوا اكلكم صحي، يعني سلطات، بروتينات، الكلام ده، حتة لحمة، حتة فراخ مع السلطات والكلام ده. الحاجات دي بتدي الجسم فيتامينات وبروتين وبتاع وفي نفس الوقت مش مضيعة. حاول تتجنب الأكلات اللي كلها دهون على قد ما تقدر. حاول تخلي الفطار خفيف وصحي عشان يبقى خفيف على جسمك وتقدر تصلي بعدها صلاة المغرب وتصلي صلاة العشاء والتراويح. كل ما كان جسمك خفيف كل ما انت هتقدر تتحكم في نفسك ووقتك وتقدر تأدي يومك بطريقة صح. الوقت اللي هو بعد الفطور هو أفضل وقت للعبادة، والوقت ده اللي محدش بيعرف يستغله صح، لأن الناس كلها بعد الفطور بتندمج قصاد المسلسلات والبرامج والكلام ده وبيضيعوا يومهم، مع إن ده افضل وقت للعباده وافضل وقت للدعاء. يعني بعد ما تصلي المغرب جهز نفسك لصلاه التراويح. جهز نفسك ازاي؟ تقرا لك كام صفحه كده من المصحف، تدعي شويه. حاول تخلي الدعاء ده حاجه اساسيه زي الاكل والشرب كده بالنسبه لك. ولو مش قادر تروح المسجد انت ممكن تصلي في البيت، بس اهم حاجه الخشوع في الصلاه. يعني ما ينفعش تبقى بتصلي والتلفزيون شغال جنبك، كاسيت شغال جنبك. لازم الصلاه بخشوع. لو انت عارف ان المكان اللي انت متواجد فيه مش هتعرف تصلي فيه بخشوع، لازم تروح تصلي في المسجد. هو عامه في كل الاحوال حاول تركز في الصلاه، اذا كان من المسجد او من المنزل. كل وقت من الاوقات اهم حاجه خليها في حياتك الصلاه. وعايز اقول لكم التراويح فرصه عظيمه للخشوع. وتعالى بعد التراويح كده خلي عندك وقت للدعاء، يعني بعد ما تخلص التراويح كده تقعد كام دقيقه كده تدعي ربنا فيهم في كل الامنيات اللي انت بتتمناها. تدعي ربنا كده بكل اللي نفسك فيه. واخيرا حاول ان كل يوم دايما يكون لك خطه في رمضان. يعني حاول ان انت كل يوم تظبط يومك، ما تمشيش على نفس الروتين. حاول انت كل يوم تظبط يومك، يعني كل يوم كده تعمل له خطه. يعني انت مثلا النهارده صليت في الازهر، مثلا النهارده هتصلي مثلا في مسجد عمرو بن العاص، يعني حسب المكان او اللوكيشن اللي انت فيه. حاول انت كل يوم تعمل خطه كده ليومك بحيث يبقى يومك جميل وما تزهقش وتحس انت بتعمل حاجه جديده. صدقوني رمضان مجرد 30 يوم، رمضان فرصه عظيمه وافضل وقت انك تقرب منه لربنا، وفرصه لترتيب حياتك وتنظيم وقت. اوعى تضيع الفرص اللي بيقدمها لك الشهر الكريم اللي احنا فيه. حاول تستغله بقدر الامكان. خلي يومك مليان بالعباده والراحه المتوازنه. اتمنى لكم رمضان مبارك ودمتم بخير وصحه. خلي يومك في رمضان يكون مليان بالاجر والطاعه، وابدا كل يوم بخطه جديده. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.